انت بقى الانيميا؟ ايوه بس ما تفتكرنيش تعب عادي وخلاص. يعني الدوخه والكسل والنهجان طلعوا حقيقه مش هزار؟ ولا هزار ولا نيله. انا نقص اكسجين وصل لجسمك كله. نقص اكسجين ازاي يعني؟ يعني لما الهيموجلوبين يقل الدم ما يعرفش يشيل اكسجين كفايه لكل الاعضاء. وعلشان كده الواحد بيبقى مهدود. بالظبط، تعب طول الوقت، دوخه، صداع، ونهجان من اقل مجهود. طب بالنسبه للقلب؟ يحاول يعوض فيدق اسرع وانت تحس بدقاته. طب والشكل؟ شحوب في الوش، هالات سودة، شعر ضعيف، وضوافر بتتكسر. طب ليه بتيجي اكتر؟ اشهر سبب عندي هو نقص الحديد، خصوصا بقى عند الستات. وقبل ما تقولوا كل حاجه بتيجي للستات، لا، ده عشان الحمل والنزيف، لان الرجاله طبعا ما عندهمش الكلام ده. يعني اي انيميا بتساوي نقص الحديد؟ لا خالص، في انيميا نقص فيتامين بي 12، وفي انيميا بسبب الامراض المزمنه. على كلامك كده ما ينفعش ناخد حديد وخلاص. بالظبط، لازم نعرف السبب الاول عن طريق تحاليل الدم. طب بالنسبه للعلاج؟ حسب السبب، يعني حديد، فيتامينات، او علاج للمرض الاساسي. طب لو اتسبتي؟ اتعب القلب واثر على التركيز والمخ وقلل من جوده الحياه. طب لو ما عملوش فولينا؟ هي دي فيها كلام يا دكتور، هجيلهم اكتر، فما تنسوش تعملوا فولو للدكتور. شاطره يا انيميا. وزي ما سمعتوا الانيميا مش كسل ومش حاجه طبيعيه وما ينفعش نستهين بيها. فلو حسيت باي اعراض من الاعراض اللي احنا قلناها اعمل تحليل صوره دم كامله عشان تلحق نفسك وتتعالج بدري. وشير الفيديو، يمكن تكون سبب ان حد يطمن على نفسه بدري. وما تنسوش تكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.